منك ايه؟ حطه في الارض. حطني في الارض. يلا انا عايز افضي السفن ده. فاضل قد ايه لك يا عماد؟ يا جدعان يلا. ايوه خش يا عم احمد خش. تعالى من هنا. فين الرز يا جماعه؟ حد عامل لي على الرز يا محمد؟ مفيش رز يا محمد. مفيش رز يا محمد. ايوه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله رب العالمين اليوم كما تعودنا في كل عام في مثل هذه الأيام بنجمع شنطة الخير من فيض الرحمة لأسر فيضة الرحمة والأهل الخير. بدأنا بفضل الله رب العالمين من اليوم في تجهيز حملة 10,000 شنطة رمضانية، شنطة تموينية. بفضل الله رب العالمين في الأيام اللي احنا عايشينها أيام بنلتمس فيها الغلاء على البسطاء وغير البسطاء، برضو مكملين بيكوا متبرعين متطوعين ومعاكم إن شاء الله بإذن الله مستمرين. أنا شرفت النهاردة بالعمل الجميل دوت، الحاجة تفرح وحاجة تشرف، والحقيقة أنا انبهرت بالحاجة الجميلة أوي أوي أوي. يعني مفيش شك إنها حاجة يعني كل المتطوعين دولت بيعملوا حاجة لله تعالى في الشهر الكريم، وكل سنة وانتم طيبين. جمعية فيض الرحمة بنسعى على الأرملة واليتيم إن شاء الله كما عودناكم وتعودنا كل عام إن احنا بنعمل حملة 10,000 شنطة قبل رمضان غير شنطة الزكاة. بفضل الله تعالى احنا قايمين دلوقتي بنعبي كل أصناف الغذاء لفقراء الجمعية وغير الجمعية والمحتاجين. بفضل دعواتكم ومجهوداتكم وأنفق ينفق عليك ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله. رمضان على الأبواب ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. مع حملة 10,000 شنطة من شنطة الخير لأهالينا في رمضان، عايزين الكل يقبل ويبادر ويخرج في هذه الأيام المباركات. وكل سنة وأنتم إلى الله أقرب ودايما مع بعض مكملين، وكلنا بنعمل من أجل الأيتام والفقراء والمساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا تحصون لقضاء حاج الناس، حبهم الخير وحبب الخير ليهم. ربنا يجعلنا منهم كده، وربنا يجعلنا عون لبعض نساعد بعض ونخاف على بعض، وكل واحد ربنا مقدره على حاجة، سواء جهد سواء تبرعات عينية سواء بفكرة. ربنا يجعلنا لبعض نساعد بعض وكل سنة وانتم طيبين. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بفضل الله رب العالمين احنا مع 10,000 شنطة الرمضانية متواصلين. فيض الرحمة بفضل الله رب العالمين مستمرة بيكم يا متبرعين ويا متطوعين بأبنائكم وبجهدكم وبوهتكم. خلية نحل في العطاء لعام 2023 لعام 1444.